مشاهدينا برنامج الريح المرسلة، وهو برنامج تلفزيوني إذاعي يحتضن المشاريع الخيرية والإنسانية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية على المستوى المحلي والدولي، يستهدف خدمة المحتاجين وتعزيز قيم الخير والمحبة والتعاون في المجتمع الإماراتي، كما يسلط الضوء على الأهداف والخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والمتبرعين. تهب ريح مرسلة بعطائكم متفائلة، تعين مسكينا ومحتاجا وتسعد أرملا. ريح مرسلة، بئر هناك ومسجد، وتسقي أرضا قاحلة، وأسرة ملهوفة نبني لها مستقبلا. مشاهدينا، للحديث أكثر حول برنامج الريح المرسلة يسعدنا أن يتواجد معنا في الاستوديو الأستاذ علي الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار في جمعية الشارقة الخيرية. مرحبا بك أستاذ. حياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. أستاذ علي، في البداية نتحدث عن برنامج الريح المرسلة، وهذا التعاون ما بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وجمعية الشارقة الخيرية. طبعا الحمد لله، جزاكم الله خير ومشكورين على جهودكم الإعلامية في دعم مشاريع جمعية الشارقة الخيرية المختلفة. وأحد ثمرات هذا التعاون بيننا وبينكم برنامج الريح المرسلة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مشاريع وحملات الجمعية المختلفة داخل الدولة وخارجها. الحمد لله، يعني بث البرنامج في العام الماضي والعام اللي قبله، وكان برنامج ناجح ومميز، وأسميناه الريح المرسلة. والريح المرسلة لا تأتي إلا بخير. الحمد لله، جزاكم الله خير. الريح المرسلة تأتي بالخير لنا كمحسنين ومتبرعين وداعمين، سواء شركات ومؤسسات أفراد، ولإخوانكم ذوي الدخل المحدود، المحتاجين، الفقراء والمساكين داخل دولة الإمارات وخارجها. الحمد لله، يعني أينما يحل هذا البرنامج يحل معه الخير. وكل حلقات هذا البرنامج تم اختيارها بدقة وعناية من فريق متخصص من جمعية الشارقة الخيرية، بحيث تلبي احتياجات إخوانكم الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود. أستاذ علي، البرنامج هذا استمر لمواسم متعددة، ما الذي رأيتموه وجعل هذا البرنامج يستمر بهذه الصورة؟ أولا في الحقيقة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وشهرتها وقناتكم المميزة والإطلالة من خلال قناتكم المميزة، ونحن نحل مكان الخط المباشر، أعطى البرنامج دفعة قوية جدا. والحمد لله، يعني مشاهدين تلفزيون الشارقة أعدادهم كبيرة جدا، وما شاء الله يعني شرائح مختلفة من المجتمع، وتلفزيونكم ما شاء الله يعني مشاهد داخل الدولة وخارجها. وهذا البرنامج استمراريته تدل على نجاحه. نجاح هذا البرنامج ثمرة لتعاوننا وتعاونكم، ووجود فريق مختص من قبلكم في كل ما يتعلق بالشؤون الفنية. ونحن الحمد لله يعني بالنسبة للمشاريع والحملات والتقارير وكل ما تحتاجونه من صور وفيديوهات وتغطيات ولقاءات متوفر لدى الجمعية. وتعاوننا معكم أسفر عن ما شاء الله هذا الإنتاج المميز الذي دعم ما شاء الله يعني إخوانكم بمشاريع ومبالغ مالية يسرت الكثير من الأمور على الكثير من الناس، وعلى الكثير من ضاقت بهم السبل، وعلى الكثير ممن محتاجين للدعم. هذا البرنامج ما شاء الله يعني أحدث تنمية مستدامة في العديد من دول العالم، بيوت الفقراء، المساجد، عمليات العيون، عمليات القلوب الصغيرة،
يعني ما شاء الله مكاين التحلية، مشاريع الأسر المنتجة، العديد من المشاريع التي رأت النور. وأينما نذهب ما شاء الله نجد هذه المشاريع تزخر وتشع نورا، والناس ما شاء الله يدعون لكم أهل الشارقة وأهل الإمارات بشكل عام، وللشيخ سلطان بشكل خاص. الحمد لله، يعني أبشركم أن هذه المشاريع في كل بقاع الأرض، وهنا داخل دولة الإمارات ما شاء الله يعني أثمرت ثمرا كبيرا جدا. دعم طالب العلم، نحن في العام الماضي 2022 دعمنا طلاب العلم بأكثر من 20 مليون درهم ما شاء الله، يعني حدود 3000 طالب أعدناهم إلى كراسي الدراسة، كانوا أهلهم في حالة يأس ولا يستطيعون يعودونهم إلى المدرسة. الحمد لله نحن أعدناهم بدعمكم وإحسانكم. عالجنا المرضى، الكثير من المرضى الذين ابتلوا بالأمراض المختلفة والأمراض المستعصية. هذا البرنامج الحمد لله يعني سهل لهم الكثير من الأمور. هذا البرنامج ساهم مساهمة فعالة في تفريج الكربات. في ناس مسجونين، وفي ناس كانوا على وشك الدخول إلى السجن، لكن هذا البرنامج ودعمه للمشاريع المختلفة أنقذهم من السجون. هذا البرنامج ما شاء الله ساهم مساهمة فعالة في مشاريع إفطار صايم، في مشاريع كسوة العيد، في مشاريع زكاة المال، في مشاريع عديدة. هذا البرنامج أهم ميزة في هذا البرنامج ترك أثر لدى المشاهد. أصبحنا نتواجد في عقل المشاهد لما يحتاج إلى أي شيء، لديه فائض من المال، لديه صدقة، لديه مشاريع، يتذكر برنامج الريح المرسلة ويتذكر جمعية الشارقة الخيرية. أيضا حتى إخواني المحتاجين لما تدور عليهم الدوائر وتلم عليهم المشاكل يتذكرون هذا البرنامج ويذهبون إلى جمعية الشارقة الخيرية. والحمد لله يعني نحن على قدر المستطاع نلبي احتياجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم. أستاذ علي، هناك مجموعة من المشاريع المختلفة تمت داخل الدولة وخارجها. نبدأ بالحديث عن أهم وأبرز المشاريع التي تمت داخل الدولة وستعرض إن شاء الله في هذه النسخة من البرنامج. إن شاء الله نحن اجتمعنا أكثر من اجتماع، واجتمعنا هنا في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لاختيار حلقات هذا البرنامج. إن شاء الله في هذا العام حلقات البرنامج ستكون 16 أو 17 حلقة حسب رمضان. تم اختيار تقريبا 8 حلقات داخل الدولة و8 حلقات خارج الدولة. داخل الدولة إن شاء الله الحلقة الأولى بتكون في أول يوم من شهر رمضان المبارك، إفطار صايم. إفطار صايم ما شاء الله أبشركم أن جمعية الشارقة الخيرية في هذا العام وبعد انقشاع جائحة كورونا ستعود الأجواء الرمضانية التي عهدتموها، وستشاهدون خيام جمعية الشارقة الخيرية منتشرة في أكثر من 144 موقع داخل إمارة الشارقة. من هنا نبدأ من مدينة الشارقة مرورا بالبطايح والذيد والمدام والساحل الشرقي في كلبة وخرفكان ودبل حصن، أماكن تجمعات العمال، على مداخل ومخارج الطرق. كل هذا إن شاء الله ستشاهدونه خلال هذه الأيام. ونحن من بداية العام بدأنا العمل من أجل تجهيز إفطار صايم. أنت يمكن تشوف وجبة هذه تواجدت، لكن وراها فريق وجيش من الموظفين والمتطوعين يعملون ليوفرون هذه الوجبة بهذا المستوى وفي هذا المكان، لأن تحتاج إلى لجان عديدة جدا ومختلفة. أيضا من المشاريع داخل الدولة مشاريع غسيل الكلى. عيادة غسيل الكلى أنشأتها جمعية الشارقة الخيرية في مقابل المبنى الرئيسي هنا في الشارقة. هذه العيادة تقدم العلاج اللازم لإخوانكم الذين يعانون من الفشل الكلوي، هذا المرض المستعصي المجهد ماليا والمجهد بدنيا. في الحقيقة الحمد لله يعني بدعمكم وإحسانكم وخيركم
استطعنا أن نوفر 32 جلسة بشكل يومي في المبنى الذي أمامكم هنا في سمنان. هذا المبنى يقدم الخدمة لإخوانكم المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في جو من الراحة والطمأنينة، مبنى مجهز بكل ما يحتاجونه وأجهزة حديثة ومعدات. تم التعاقد مع فريق طبي متخصص في هذا المجال، يدار بمستشفى خاص، ومن الناحية الطبية ومن الناحية الإدارية يدار بواسطة جمعية الشارقة الخيرية. إن شاء الله أيضا من المشاريع المهمة دعم طالب العلم، هذا المشروع العملاق. أبنائنا فلذات أكبادنا مسؤولية كبيرة تقع علينا، ويعني تصوروا إخواني المشاهدين أنك تذهب الصباح وتشاهد ابنك جالس معك في البيت مع أمه لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة وأنت عاجز فقير. يأتي من يساعدك، يأتي من يحلك هذه المشكلة، تصلك رسالة نصية لا مانع من عودة ابنك إلى المدرسة. كم تسوى هذه إخواني عمل عظيم وجهد كبير جدا من جمعية الشارقة الخيرية وغيرها من العاملين في المجال الخيري والإنساني. لكن هنا نتكلم عن جمعية الشارقة الخيرية بشكل خاص. هناك مثل ما أشرنا علاج المرضى بشكل عام. المرضى يعانون يعني معاناة شديدة جدا ومؤلمة. المرض سبحان الله يعني المرض شيء مجهد على الإنسان، وكلنا نعرف تكاليف العلاج وعدم توفر، كثير من الناس ما يتوفر عندهم تأمين طبي ويحتاجون إلى خدمات العلاج المختلفة. الأمراض المزهقة للنفس، الأمراض المميتة، الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان عافانا وعافاكم الله، هذا المرض يحتاج إلى مبالغ طائلة لا يستطيعون أن يدفعونها أخواننا هنا اللي المقيمين معنا. فأنتم بدعمكم ومشروعكم هذا مشروع برنامج الريح المرسلة استطعنا أن نفرج كربتهم ونزيح همهم. أيضا هنا داخل الدولة عندنا كسوة العيد، نوفر الملابس لأبنائكم وإخوانكم وأهلكم ممن يعني سكنوا معنا وجاورونا. 7000 مستفيد إن شاء الله سيستفيدون من كسوة العيد خلال هذه الأيام بطريقة إنسانية. تصل رسالة على هاتفه المتحرك: اذهب إلى الخياط الفلاني واختار اللون الذي يعجبك، واختار قطعة القماش التي تعجبك لك ولأبنائك رجال ونساء. وما شاء الله يعني هذا المشروع أثمر ثمرة كبيرة جدا. يوم العيد فرحة عظيمة لدى الأب لما حد يحمل عن كاهله ويلبس أبنائه ملابس لائقة، ملابس أنيقة، ويذهب إلى مصلى العيد وهو فرحا مصطحبا أبنائه معه، وزوجته في البيت أيضا تلبس ملابس جديدة. كم هذا من إخواني جزاكم الله خير من تفريج الكربات اللي فرجتوها أنتم بدعمكم لهذا البرنامج ولمشاريع الجمعية المختلفة. هذه بعض المشاريع اللي تقدم داخل الدولة. وعندنا ما شاء الله بعد زكاة الفطر التي توزع في نهاية الشهر 13,000 زكاة فطر إن شاء الله سنوزعها على إخوانكم من الأسر المسجلة لدى جمعية الشارقة الخيرية سيستفيدون من هذا المشروع. تعاقدنا مع شركات موردة للأرز، تم اختباره على عدة مراحل لاختيار أفضل نوع. نحن نضمن لإخواننا لكرامتهم وعزتهم وشرفهم نقدم لهم زكاة فطر على مستوى عالي جدا. قد يتساءل شخص: تتوفر وجبات أو زكاة الفطر في المحلات بسعر أرخص من الجمعية؟ نعم بسعر أرخص، لكن جودة أقل. نحن نبحث عن الجودة قبل السعر، ونضمن إن شاء الله أن نحفظ كرامتهم ونقدم لهم شيء مميز. السلة الرمضانية، سلة رمضانية بقيمة 500 درهم. هذه السلة تكفي أسرة متوسطة لمدة شهر كامل، تحتوي على أكثر من 13 صنف من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها في أي أسرة. الحمد لله بدأنا في التوزيع،
واستلمت العديد من الأسر أيضا تصلهم رسائل نصية على هواتفهم، يراجعون هنا الجمعية ومباني الجمعية المنتشرة في إمارة الشارقة سواء في المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية، وهذا يعني مسجلين لدينا من قبل، وتعاد دراسة حالتهم كل 6 أشهر لنتأكد من مدى استحقاقهم لهذه السلة. هذا المشروع أخواني جزاكم الله خير، إطعام الطعام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام شيء عظيم وشيء مفيد جدا. سلة غذائية بقيمة 500 درهم تعيل أسرة كاملة لمدة شهر كامل بدعمكم وخيركم وإحسانكم، وأنتم إخواني أهل الخير وأهل الكرم وأهل العطاء. يعني هذه بعض المشاريع اللي تكلمنا عنها هنا داخل دولة الإمارات. أستاذ علي، ما شاء الله مشاريع كبيرة تفتح أبواب للمحسنين أيضا للمشاركة بطرق مختلفة في دعم أخوانهم وأخواتهم. نتحدث عن المشاريع التي أقيمت خارج الدولة والدول المستهدفة بهذه المشاريع. الحمد لله، يعني جمعية الشارقة الخيرية بجهود الخيرين من أمثالكم وبدعمكم اللامحدود استطاعت أن تصل إلى قارات العالم المختلفة. نحن الحمد لله نتواجد في أكثر من 110 دولة عبر قارات العالم المختلفة بمشاريع مختلفة ومتنوعة ومختارة بعناية. كل دولة ماذا تحتاج. إن شاء الله خلال هذا الشهر وخلال العام كامل، يعني نحن على باستمرار سننفذ العديد من المشاريع في العديد من دول العالم. أهم مشروع سقيا الماء، أهون موجود وأعز مفقود. أنت لما يتوفر عندك الماء ما تحس بقيمته، لكن لما تفقده. أنا سافرت للعديد من دول العالم ورافقتهم في رحلة البحث عن المياه، سيدات أختي ليلى مثلش وأصغر بنات صغار ما يذهبون إلى المدرسة من أجل يجلبون الماء على بعد 5 كيلومتر، مسير ساعة أو زيادة، والعودة ساعة، وماء غير نقي غير صحي، ماء ملوث وماء قليل، على رؤوسهم يحملون هذا الماء. وسبحان الله، يعني والله العظيم أنهم يعني هذا الماء من أكلهم وشربهم، ويعني حتى كل احتياجاتهم من هذا الماء القليل الذي يجلبونه ويحافظون عليه محافظة عظيمة جدا. تصور لما أنت تأتي وتحفر بير بالقرب من مساكن هؤلاء، كم من الأجر العظيم، كم من السهولة التي توفرها لهم، كم من الماء العذب. أفضل الصدقات سقيا الماء. الله أكبر، ما أعظم من أجر بقيمة متواضعة وبسيطة جدا. ممكن أن تذهب ليلة واحدة إلى أحد المراكز التجارية وتصرفها أنت وعيالك، لكن تبرع ببير ماء نضمن لك بأن نحفر لك في مناطق محتاجة فعلا، وفي دول تعاني من الجفاف الشديد، ودول تعاني من عدم توفر المياه النقية الصالحة للشرب. أيضا من المشاريع التي سننفذها خلال هذا الشهر الفضيل وعبر برنامجكم برنامج الريح المرسلة، عمليات القلوب الصغيرة. أطفال صغار ليس لهم ذنب، لكن الحاجة تركت آبائهم يتركونهم بلا علاج لأنهم لا يستطيعون. ولما نأتي نحن بالأموال التي أفضتم من جودكم وإحسانكم علينا بها، نحمل لهم، نحمل معها الفرح، نحمل معها الأمل، نحمل معها النور الذي ينير لهم الطريق ويعيدهم من الحالات اليأس والبؤس إلى الحياة العادية، يذهبون إلى المدارس، يمارسون حياتهم. بفريق متطوع من هنا من دولة الإمارات نذهب إلى بلدانهم ونعالجهم، ويرفعون أيديهم لدولة الإمارات ولحكامها ولشعبها بالدعوات. الحمد لله الخير على دولة الإمارات وتقدمها من دعوات الخيرين هؤلاء الذين تصلهم تبرعاتكم وإحسانهم. أيضا هناك عمليات العيون، عملية العين الوحدة تكلف 500 درهم. 500 درهم تعيد الإبصار
لأب فقد بصره وأصبح عاجزا لا يستطيع أن يعيل أسرته، يأتي يقوده شخص أو شخصين ويجلس على الكرسي، وبعد أقل من ساعة يغادر لوحده ويرمي العكاز فرحا مبسوطا، ولما يذهب إلى البيت ويجن عليه الليل يرفع يديه: جزا الله خير من ساعدني ب500 درهم أخي المحسن أخي المتبرع. تعيد الإبصار، تعيد الحياة من جديد. رب الأسرة هو القلب النابض في أي أسرة، أعدت له الحياة، أعدت له الأمل. أيضا إن شاء الله سنبني المساجد في الدول التي تفتقر إلى المسجد، في الدول التي تفتقر إلى كلمة الله أكبر. الأذان يتردد في الأحياء البعيدة جدا عن العواصم وعن المدن، في القرى البعيدة، القرى النائية، نبني مباني نموذجية، مساجد تخدم أهل القرية، يلتف الناس من الأماكن البعيدة حول هذا المسجد ويسكنون جنبه. المسجد نحفر معه جنبه بير، نبني جنبه فصل دراسي، يكون مجمع خير يشع منا النور إلى يوم القيامة. صدقة جارية لكل من يرغب ولكل من يتبرع. فقراء ليس لديهم بيوت، والله أن شفناهم بعيوننا وعايشناهم يعيشون تحت الشيار، تلفحهم الشمس، خلقان أو قطع قماش بالية، قطع من الخشب، هذه هي بيوتهم، الأكواخ القديمة. لكن الحمد لله تبني بيت لهؤلاء، كم من الأجور لك يحميهم من برد الشتاء، من حر الصيف، من القوارض، من الحشرات، وأهم ميزة يعطيهم الخصوصية، خصوصية لك ولزوجتك ولعيالك. نحن نبني لهم بيوت بسيطة، غرفتين ومطبخ وتكرمون حمام، لكن هذا يعني لهم شيء يعني كبير جدا. هذه المشاريع التي ستنفذها إن شاء الله الجمعية خلال هذا الشهر وطوال العام، إن شاء الله مستمرون في تنفيذ العديد من المشاريع، لكن هذه المشاريع إن شاء الله ستعرض خلال برنامجكم، برنامج الريح المرسلة، الذي يبث عبر قناة الشارقة من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:30 من الاثنين إلى يوم الخميس، بشكل إن شاء الله أسبوعي حتى انتهاء الشهر الفضيل إن شاء الله. أستاذ علي، ذكرت خلال حديثك عن المشاريع الداخلية عودة الخيام الرمضانية في مواقع متعددة ومختلفة. اليوم العديد من الأشخاص يحبون هذه المبادرة ويودون المساهمة في مثل هذه الخيام، كيف بإمكانهم أن يكونوا عون لإخوانهم الصائمين من خلال هذه الخيام؟ الحمد لله. أولا أبغى أتكلم عن هذه الخيمة. هذه الخيمة نحن نشوفها من برا خيمة، لكن هي في الحقيقة هي منبع سعادة، هي مصدر راحة، هي مصدر أمان واطمئنان لشخص يعني يأتي منهك من العمل، يصل الساعة 4 والساعة 5 في الخيمة، يجد وجبة إفطار على مستوى عالي مجهزة، مكان بارد مكيف، مكان منار، شيء نظيف، شيء مرتب. يعني تصوروا كم تكلف هذه الوجبة. إذا قلنا 15 درهم خلال شهر كامل تكلف 450 درهم، مبلغ كبير ترى بالنسبة لرواتبهم المتدنية. لكن الحمد لله يعني إخواني المحسنين الله يطول أعمارهم ويسعدهم ويوفقهم ما يقصرون. نحن عندنا كشوفات في ناس من فترة طويلة يحجزون مواقع معينة بخيامها بكل تكاليفها طوال العام، وهذه المواقع ما شاء الله من مواقع فيها 50 صايم، مواقع 100، موقع عندنا يصل إلى 2000 صائم يفطرون في نفس المكان في نفس الوقت في نفس وعند الأذان. تصوروا يعني إخواني 2000 صايم، كيف تستطيع أنك أول شيء تجلسهم، كيف تستطيع أنك توفر الوجبة متكاملة مع الماء مع التمر مع الأرز مع الدجاج أو اللحم مع كل ما يحتاجه مع فاكهة، توفرها في الوقت المناسب قبل أذان المغرب.
جهود عظيمة تقوم بها جمعية الشارقة الخيرية هم والمتطوعون، كل ذلك بدعمكم وإحسانكم وخيركم من أجل أن نؤدي جزء من الواجب المناط علينا نحن العاملون في جمعية الشارقة الخيرية. وجزاكم الله خير. يعني كل من يرغب في دعم إفطار صائم طرق عديدة ومتنوعة وميسرة وسهلة الحمد لله. أول شيء مكاتب الجمعية مفتوحة في كل مكان، أينما يذهبون يجدوننا. موظفي خدمة العملاء منتشرين في الجمعيات التعاونية، في المساجد، في المراكز التجارية، في كل مكان. عندنا خط مجاني 80014 ممكن التواصل معه، ومندوبنا هو من يصل إليك ويستلم منك التبرع. أو لدينا حسابات بنكية، موقع إلكتروني، جميع وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله الأمور مسهلة ويسرة. ممكن أنت تكون في المنطقة الغربية في أقصى الغرب، في الرويس ولا في الغويفات، وأنت جالس على كرسيك تحتسي كوب من القهوة، بضغطة زر واحدة تتبرع وتفطر صائم. من فطر صائما فله أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني تصور الحمد لله أنت تكسب أجر صائم. والحمد لله يعني نحن نعدكم بأن نقدم وجبات إفطار مميزة ووجبات إفطار شاملة ووجبات إفطار متكاملة. شكرا لك الأستاذ علي الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار في جمعية الشارقة الخيرية، وبالتوفيق إن شاء الله في هذه البرامج والخدمات التي تقدمونها. ونحن بعد نقول لكم شكرا جزيلا، الداعم الأول والراعي الرسمي لكل مشاريع الجمعية المختلفة. وندعو إخواننا المشاهدين وإخواننا أنهم يتابعونا خلال هذا الشهر الفضيل من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:30 بشكل يومي، وإن شاء الله نفتح لهم أبواب الخير المختلفة. هذه الجمعية ما شاء الله يعني أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية، هو وزوجته. هذه الجمعية هي الملاذ الآمن لكل من لديه فائض من المال، ونضمن لكم بأن أموالكم وإحسانكم وتبرعاتكم تصل إلى مستحقيها إن شاء الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا تنتهي فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة. مني ومن فريق برنامج أماسي كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم مليء بالطاعات والبركات. إلى اللقاء.